الحمد لله أجلس مع البنات، وحتى رحت الجيران ساعدوني اللي يغازلهم، طلع يغازل العاملة يحسبها بنتهم. انتهت القصة. نفس البنت هذه لها قصة يوم خطبتها، بقولها الحين كلها مع بعض في نفس الفيديو. تقول صاحبة القصة زي ما قلت لكم دائما أعترف إني أنثى بالاسم فقط، لا شكل ولا ماضي أهل إني أكون بنت. وحتى سعدون خوي أنا زي ما تعرفون ما يعرف إني أنا بنت. ليه سعدون؟ أنا ما كنت أدري. في يوم من الأيام واحد غضيب والدين دق باب بيتنا هو أبوه عشان يخطبني. المهم جلسوا في المجلس وأبويا عندهم وقهوة وشاهي وحركات، وجاء أبويا يركض. احنا ما كنا ندري إن الموضوع خطبة، وهو متلخبط. أبويا من الفرحة قام يزغرط. قالت أمي يا ذي حقتنا اصبر اصبر، إيش فيك؟ قل فرحنا. طبعا أنا ماني معهم، أنا في مباراة قاعدة أتابعها. قال أبويا صالح ولد اللي في المجلس. قالت أمي وش فيهم؟ قال جايين يخطبون فلانة اللي هي أنا شهقت وأقوم أركض وأتفلت. أبويا مسكني وأنا أبغى أروح أشوف العريس، وتيجي أمي تمسك معاهم وأخواني يطرحوني وأنا أقول أبغى أشوف أخاف يروح. قال ما يصير أثقلي. قلت يا أخي شوف شرعية. قال اقضب الأرض أنت بري. مجلس يمسح على راسي يتفل علي شوية لين هديت، ويعدل أبويا ملابسي ويطالع في أخواني يقول ربطوها. ليه؟ المهم قفلوا علي في الغرفة خايفين مرة، خايفين أروح أطلع عليه، وأنا بس أبغى أشوفه وحلفت إني ما أقول له شيء، بس ما أدري إيش فيهم مو مصدقيني. المهم وأجلس في الغرفة أتفاوض مع أخواني، أوقف على الشباك أتفرج على الشباك، وبعد شد وجذب وافقوا بشرط يربطون فمي ويلفوني ببطانية عشان لو فكرت أركض ولا شيء. ما أدري إيش فيهم مو واثقين فيني. المهم وقفت وأنا مكرهة على الشباك وانتظر فارس أحلامي يطلع، وتخيل إنه طويل وأبيضاني، أسنانه تلقلق، مرات أقول لا أسمراني وطويل وأسنانه برضه تلقلق، ومرات عوارض ومرات سكسوكة. المهم جلست قطعت الوقت لين طلع فارس الأحلام، ولا ما شاء الله عليه دبدوب وما عنده رقبة، ما شاء الله خشمه كان طويل مكتوب عليه يتبع. ومع هذا كله وافقت، وراح هو وأبوه وجاني أبويا وقال تراني عطيت الرجال كلمة وانتي شفتي خلاص من بكرة تفضين المخزن. طبعا نسيت أقول لكم إني أنا أنام في المخزن أبدا، الموضوع مو تعنيف، أنا أحب أنام في المخزن ما أدري ليه خصوصية أحس. المهم بعد كم يوم تيجي أمه وأخواته وعماته كلهم نفس الشكل والنوعية، طابعة مو ما شاء الله، وجالسين بالصالة وأمي تقول لي تمكيجي وتعالي، والمشكلة ما عمري تمكياج، تعرف أسوي شنب بس بالكحل، متورطة ولا لي بالمكياج، ويوتيوب وجوجل وأبحث، وبالأخير حطيت ايلاينر وشد شويه وراج وادخل عليهم بدون ما اقول لامي. ولا واحده كانت في الزاويه اول ما شافتني صاحت، وطالع امي اول ما شافتني صاحت قالت حرامي. قلت امه وش فيك؟ انا فلانه. قالت حرامي اسمك كذا؟ قلت امي انا فلانه بنتك. الحمد لله عرفتني من الصوت، والناس واقفين كلهم بالزاوية، واجي بسلم عليهم شوي قالت أمهم عيب يا ولد تدخل على الحريم عيب. قلت أنا مو ولد، والابتسامة من هنا لهنا، قلت أنا زوجة ولدكم ومن زينكم ومن زين ولدكم، والشرها علي أحط مكياج. ما أدري إيش فيني عصبت فصلت عليهم صراحة، بس عاد هم طلعوا يركضون وراحوا وولدهم معاهم ونسوا شنطهم عندنا، اللي يعرفهم يبلغهم إذا يبغون الشنطة. انتهت القصة.